يا مساء الفل، يلا بينا نعمل احلى 3 وصفات قريبين جدا لقلبي. ولما احب ادلع اسرتي بدلعهم بالثلاث وصفات دول. بعشقهم ومفيش حد ما بيحبهمش. هنعمل مع بعض طريقة كفتة الحياتي، اللازانيا. هنعمل كمان طريقة الحمام الكذاب وبطريقة سهلة وبسيطة جدا. ويلا بينا ندخل الفيديو. بس ما تنسوش لايك شير كومنت، تشجيع ليا في الكومنتات. وما تنسوش فولو على البيج بتاعتي على الفيسبوك. يلا بينا بسرعة نبدأ الوصفات. اول وصفة وهبدأ بيها وهي الحمام الكذاب. انا بحب اعمل له حشوة فريك، فحطيت السمنة بتاعتي سخنت وبصلاية مفرومة يا دوب خدت لون ذهبي. نزلت بالفريك ده، الفريك ده ربع كيلو بس، لان انا كنت هحشي 4 وراك بس، 4 وراك مخلية. والفريك بيتغسل كويس قوي بمية سخنة ويتنقع لمدة نص ساعة. الفريك انا بحب اضيف له الزبيب الاصفر، بيديله كده طعم حلو. بحط بقى الزبيب والفريك واشوحهم في البصل. بحط معاهم شوية زعتر وروزماري بفركهم كده، شوية بهارات او توابل الدجاج. بعد كده بحط فلفل اسود، ملح معلقة واحدة بس، ملح. واقلب كويس جدا. ممكن احط معلقة صغيرة من الكزبرة الجافة. وبعد كده بحط المية على قد سوى الفريك، ما تزيدش عنه علشان الفريك ما بيشربش سوائل كتير. اول ما المية دي تغلي بهدي النار وبسيبه يتشرب زي الرز بالظبط. الاوراق اللي انا هحشيها دي اوراق مخليه من العظم، ويتحافظوا على الجلد يكون سليم كامل مش متقطع. متشال كل العظم بس. وبتاع الفراخ هو بيخليها لك وبيديكي الوراك كده مخليه نظيفه، تغسليها كويس وتسيبها تتصفى. هنديها تتبيله كده حلوه عقبال الفريك ما يستوي. هنحط شويه ملح، شويه فلفل، شويه بابريكا مدخنه، كمان شويه بهارات من او توابل الدجاج، كمان زعتر روزماري، بشر جوز الطيب. وخلي بالكم انا بشرت كمان جوز الطيب على الفريك، بتخلي الاكل طعمه يجنن. هي صديقتي النهارده في الوصفات دي. كمان بصلايه صغنطوطه جدا مفرومه. بقلب الكلام ده كله، البصلايه مع التوابل، وببدا ادعك الوراك بتاعتي من جوه ومن بره ومن تحت الجلد. تبليهم كويس قوي، طعميهم عشان يدي طعم حلو قوي للفراخ بتاعتك وانتوا بتاكلوها. هتبل كده الفراخ بتاعتي وهسيب الاوراق على جنب. وخلي بالكم الحمام الكداب هو وراك مخليه. تمام. هنسيبهم كده على جنب في التتبيله عقبال ما الفريك يستوي. جبت بقى الصينيه اللي انا هسوي فيها. انا ما بسلقش الاوراق او ولا بلفها فويل ولا الكلام ده كله. انا بجيب صينيه بقطع فيها طماطمايه حلقات، بصلايه حلقات، فلفلايه رومي حلقات، ممكن فصين توم اللي انت حباه. ممكن كمان تحطي بطاطس تحتيها، كله هيستوي على فكرة. بس انا حبيت اعملها خضار بس، واديتها رشة ملح وفلفل حاجة بسيطة. هنا الفريك كان استوى، بفضيه في طبق يتهوى عشان نعرف نحشي بيه الاوراق بتاعتنا. لان لو الحشو سخن الجلد بتاع الفراخ طبعا هتحسوا ان هو ينكمش كده كأنك بتسويه بالظبط. خلي بالكم بقى من طريقه الحشو. بحشي بقى كده الدبوس كويس قوي كانه ده الزور وراس الحماميه. المهم بنلفهم كويس قوي ومش بنقفلهم باي حاجه خالص. انا برصهم في الصينيه بالشكل ده. بجيب بعد كده معلقه سمنه بلدي كده تتحط من على الوش، ومش هغطي الصينيه، هتدخل على فرن حامي لمده ساعه الا ربع، على درجه حراره 200. واخر 5 دقايق بشغل الشوايه تاخد لون وبس. تعالوا بقى للكفته. الكفته عندي كيلو الا ربع من اللحمه المفرومه، عباره فيها 200 جرام من الدهن. الدهن ده يا اما دهن كندوز ابيض يا اما ليا ضاني. عليها بصلايه متوسطه مبشوره ناعم ومتصفيه ومطلعين الميه على جنب. عليها كمان نص كوبايه برغل. نص كوبايه البرغل قبل ما تنقعوها بتبقى نص كوبايه قد كوبايه مج الشاي. نص كوبايه برغل بتتغسل كويس قوي، بنطلع اي الشوائب وبننقعها في ميه سخنه لحد ما ينفش، وبنعصره كويس قوي وبنضيفه فوق الكفته. حطيت ايه توابل تاني على الكفته؟ حطيت لها كيس خلطه الحاتي. الكيس ده بيتبل نص كيلو فانا حطيته كامل. كمان حطيت شويه معلقه صغيره ملح، فلفل اسود طبعا لازم، شويه كزبره وشويه بابريكا مدخنه وبشر جوز الطيب. وعجيني الكلام ده كله كويس قوي. ولو عندك بقدونس خدي الورق بس، كام ورقايه كده وقطعيهم على ايدك. اعجني كويس قوي الكفته لحد ما تلاقوها متماسكه في ايدك.
لو عايزين تدوها طعم الفحم انا بحط الفحم قبل ما اسويها، بعمل فراغ كده وبحط عندي اي حاجه فخار او معدن، واحط الفحمايه وعليها نقطه زيت، واسيبها ايه كده تدخن، وبعد كده بغلفها في كيس وادخلها التلاجة تتماسك نص ساعة قبل التشكيل. لازم اللحمة تكون ساقعة في ايديا ومتماسكة. بشكلها كده او بصبعها بقى على اي عصاية او اي حاجة مدورة، ممكن عيدان شيش طاووق كذا عود مع بعض، واصبع عليه علشان يطلع كله حجم واحد وطول واحد، في التسوية تبقى كلها تاخد سوا واحد. بتترص في الصينيه. نسيت اقول لكم على الوش حطيت بالفرشه كده شويه ميه بصل، بس المقطع ده اتمسح. والفرن بيكون سخن وشغال شوايه وفرن على اعلى درجه حراره، وببدا ادخلها تحت الشوايه، ولما تاخد لون من تحت الشوايه بقلبها على الناحيه التانية. وهتشوفوا دلوقتي بقيه التسويه. عندي بقى بعمل بشاميل بتاع اللازانيا. بشاميل اللازانيا لازم يكون كتير شويه وخفيف. بنحط 3 معالق كبار سمنه بلدي، عليهم 3 معالق كبار من الدقيق، وبحمرهم كده على النار. لازم تكون مقدار الدهون ازيد شويه من الدقيق عشان يديني قوام بشاميل ناعم وجوسي كده. بنزل بلتر ونص من الحليب، لان اللازانيا مش بتتسلق، فلازم يكون فيها بشاميل خفيف وتكون بتتقطع جوسي كده. بفضل اقلب كده بقى بالمضرب اليدوي لحد ما ايه يدوب تماما البشاميل مع الحليب. كيلو ونص لبن متنسوش. حطينا معلقه ملح، معلقه فلفل اسود، بشر جوز الطيب، بيخلي طعم البشاميل خطير. بقلب الكلام ده كله بالمضرب وعلى نار هاديه، مش بنعلي النار خالص، لحد ما تلاقي البشاميل بالقوام اللي قدامكم ده. بصراحه خطير. هجيب بقى 2 حبه بيض، هضربهم كده بالشوكة بره، وابدأ اضيفهم على البشاميل بتاعي، بس هخلي منه شوية صغننين هيتحطوا على وش الصينية بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. قلبي بقى البشاميل بسرعة قبل البيض ما يبقى اومليت. قلبيه بسرعة ودوقيه واظبطي الملح والفلفل بتاعك. تعالوا نعمل بقى الحشوه بتاعت اللازانيا، ونعملها حشوه اللحمه المفرومه اللي هو العصاج يعني. هنحط كده بصلايه متوسطه مفرومه ناعم، هتتحمر تاخد اللون الذهبي. وهنا اللحمه المفرومه بتكون ازيد شويه من المكرونه البشاميل، يعني 400 جرام، نص كيلو، 500 جرام زي ما انت عايزه. حطيت اللحمه المفرومه، حطيت معاها ملح، فلفل اسود، معلقه صغيره كزبره جافه، كمان معلقه صغيره بهارات لحمه، وبظبط الملح، وبحط بشر جوز الطيب. ولازم اللحمه المفرومه تتشوح على نار عاليه عشان ما تنزلش اي دهون، وفي نفس الوقت تتحمر وتاخد لون حلو. فبقلبها كده على نار عاليه، وبعد كده هنزل بمعلقه واحده بس من الصلصه، وبعد كده هنزل بعصير نص لتر من الطماطم. واول ما الطماطم دي يدوب تغلي بطفي عليها، لان الطماطم دي برضو هي اللي هتسوي لي اللازانيا، فما ينفعش تتسبك. كمان حطيت لها رشه بسيطه خالص من السكر، طالما مستخدمين صلصه لازم احط ذره سكر. هتغلي وهطفي عليها واسيبها تبرد، وده كان لونها. تعالوا بقى نعمل الصينيه. صينيه اللازانيا هي عندي جاهزه، وعندي اللازانيا الملكه بصراحه ممتازه. هفتحها كده اوريكم الشرايح بتاعتها تكون اهم حاجه تبقى سليمه عشان تسهل عليا ان انا ايه اعرف اظبطها في الصينيه. بصراحه طلعت كلها سليمه، مش مكسره ولا حاجه، وهي رقيقه جدا وبتستوي مع الصوصات والبشاميل والكلام ده. بحط طبقه كده في الصينيه من تحت من البشاميل، اوزعها كده بس، وبعد كده ارص عليها شرايح اللازانيا اللي عندي بالشكل ده. طبعا لو في اي فراغات ممكن اقسم اي واحدة فيهم نصين، هي سهلة ورقيقة جدا. بديها كده شوية من الصوص اللي هو اللحمة المفرومة، وشوية جبنة موتزاريلا، وابدأي وشوية من البشاميل. وبعد كده هترصي الطبقات بنفس الطريقة، يعني شرايح من اللازانيا، بعديها هنحط لحمة مفرومة هنوزعها كويس، شوية جبنة موتزاريلا، بعد كده شوية بشاميل مش كتير. وهنبدأ نكرر الخطوات دي لحد ما تخلصي الصينية بتاعتك كلها، لغاية ما توصلي الطبقة الأخيرة اللي هي تبقى لازانيا، شرايح لازانيا. تكوني خلاص خلصتي الباكت كاملة، هتحطي شرايح اللازانيا، وفي الآخر خالص هتحطي باقي
البشاميل كله. طبعا لو وصلتي معايا لحد دلوقتي وما عملتليش لايك ولا اي كتبتي لي اي كومنت انا هزعل جدا. حطي لي لايك، اكتبي لي كومنت. لو ليك اي طريقه مميزه في الوصفات بتاعه النهارده اكتبي لنا طريقتك، بتكون وصفه مميزه وانا هنشرها على الصفحه باسمك وبطريقتك. تمام. حطينا اخر طبقه بقى البشاميل كله، غطيته بالشكل ده. بعد كده بجيب بقى باقي حبه البيض اللي انا سبتهم بقيتهم في الطبق، بقلبهم في باقي البشاميل اللي هم في الصينيه بتاعت البشاميل، وبحط رشه فلفل اسود صغيره فوق البيض. وده بيكون الكفر او الوش اللي هو بيغطي صينيه اللازانيا بتاعتي او صينيه المكرونه البشاميل بصفه عامه. بوزعه كويس قوي على الوش لان هو ده اللي بيديني اللون. بتدخل الفرن على درجه حراره 200 لحد ما تبدا الوش بتاعها يتحمر. بشغل الشوايه بديها لون خفيف. هنا بقى الفراخ بتاعتي خرجت من الفرن متحمره. زي ما قلت لكم بشغل الشوايه اخر دقيقه. والبشاميل بتاعي خلاص استوى، بشغل عليه الشوايه برضو اخر دقيقه. يعني بشغل الشوايه وانا متابعاه. وبصوا شكل بقى الطبقات بتاعت اللازانيا، وعايزه اوريكم انها مستويه جدا من جوه، دايبه جدا وطعمها لذيذ قوي. يعني انا اولادي بيحبوها اكتر من المكرونه البشاميل. وبصوا بتتقطع جوسي ودايبه وتحفه، خطيره فعلا وحلوه قوي. يعني عايزه اقول لكم هي اساسا صينيه اللازانيا تكفي اصلا اسره كامله. وادي الكفته طلعتها من تحت الشوايه. الكفته بقى انا بسويها، بشغل فرن وشوايه مع بعض، ولما تاخد لون تحت الشوايه بقلبها على الناحيه التانية، يا دوب تتحمر وتطلع على طول. اول ما تاخد لون تحمير من تحت ومن فوق تطلع على طول، ما بنطولش عليها عشان ما تصفيش كل دهونها وتنشف. بصوا القمر والحلاوه، خطيره خطيره خطيره. اعملوا لي لايك وشير وكومنت. اشوفكم على خير في وصفات جايه كتير. باي باي.